بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا ريت تكونوا بخير. هنعمل مع بعض النهارده رز بلبن. هنعمل حلو النهارده تاني يوم رمضان. رز بلبن زي ما انتم شايفين كده. جبت كوبايه الا ربع رز، نقعتها هنقعها شويه يجي نص ساعه كده، ومعايا كيلو لبن، ومعايا كوبايه الا ربع سكر، ومعايا كيس كريم شانتيه، وثلاث معالق نشا. جبت الرز اهوت، احط كوبايه ونص ميه وهسيبه لحد ما يستوى، والميه اللي عليه تنشف خالص ويستوى. وبعد كده احط اللبن عليه واسيبه لحد ما يستوى معايا في اللبن برضو. بس اسيبه بقى في اللبن. وبعدين هضيف بقى النشا، وهضيف كريم الشانتيه اهوت. حطيت كوبايه ونص ميه، وهسيبه بقى لحد ما يستوى والميه اللي عليه تنشف خالص. وبعد كده اما يستوى هنقله في اللبن واسيبه بقى في اللبن لحد ما يتقل بقى معايا ويكمل سواه كمان في اللبن ويشرب من اللبن. هو زي ما انتوا شايفين كده كيلو اللبن اهوت، وادي السكر معايا، وادي 3 معالق نشا، وكيس كريم الشانتيه اهوت. زي ما انتوا شايفين كده بقى. هغطي على الرز بقى واسيبه يستوى. اول حاجه بقى هضيف الكريم شانتيه في اللبن بعد ما اضيف الرز بعد ما يستوى. وبعدين هضيف 3 معالق نشا، هدوبهم كده في بره في شويه ميه في طبق لوحدهم. هدوبهم بره عشان ما يتقلوش معايا. الكريم شانتيه هو كريم شانتيه دريم. زي ما انتوا شايفين كده. كان في شويه لسه في الكيس فضيتهم. جبت بقى الرز اهوت استوى اهوت. بعد ما الرز استوى. بعد ما الرز استوى هو زي ما انتوا شايفين كده الرزايه استوت خلص اهي معايا. هنزل بقى الرز اللي معايا ده في اللبن واسيبه بقى يكمل سواه مع اللبن ويشرب من اللبن. وهضيف بقى 3 معالق، وهضيف كريم شانتيه و3 معالق النشا. بس النشا هدوبهم بره في طبق الاول عشان ما يكلكعش معايا. وهدوب بقى في كل المكونات دي مع بعضها لحد ما المكونات تتقل معايا اهوت بالشكل ده. اهو ضفت الرز اهوت. لسه ما تقولش بقى لسه ما ضفتش النشا، لان النشا هدوبها بره في الميه. طبق ميه كده. هضيف الاول كريم شانتيه اهوت. كريم شانتيه بقى بيخلي طعمه جميل وريحته حلوه بالشكل دوت. هقلب اهوت. وهدوب بقى النشا بره في نص كوبايه ميه. هدوب ال3 معالق نشا اللي معايا في نص كوبايه ميه وهضيفهم عليهم. وهدوب بقى لحد ما الرز معايا يتقل، لحد ما يتقل خالص. هضيف السكر اهوت، كوبايه الا ربع سكر. السكر تبع الرغبه بقى، لو بتحبوا الحاجه مسكره كترهم، لو بتحبوا اقل قللهم. السكر تبع الرغبه، كل واحد بقى تبع ما بيحب الحاجه مسكره او مش مسكره. هدوب بقى السكر اهوت، وادوب كل الكريم شانتيه مع اللبن مع الرز مع كل المكونات مع بعضها. والنشا بقى هي ضفت عليها ميه وقلبتها بره عشان ما تكلكعش معايا. هدوبها بقى بشوية مية كده اهوت. هدوبها بره بشوية المية اللي انا حطاهم، مش هزود مية يعني. ربع كوباية او نص كوباية مية، حاجة بسيطة كده اهوت. اهي تدوب معايا اهوت. هضيفهم بقى عليهم بالشكل ده. هضيفهم على الرز اللي معايا باللبن بكل المكونات اللي معايا اهوت. هضيفهم اهوت بالشكل ده. هنزل عليهم اهوت او بالنشا. وهدوب بقى كل النشا بقى معاه لحد ما يتقل. وبعد ما يتقل بقى هجهز معايا البولات او الاطباق اللي انت هتغرفي فيها الرز بلبن، وهتسيبيه بقى لحد ما يبرد. وعايزه تزوقها بقى ببشر بزبيب، اي مكسرات عندك بقى زوقي بقى الاطباق بتاعتك او البولات الموجود معاكي. زي ما انتم شايفين كده بيتقل اهوت معايا اهوت. تقول معايا اهوت. هسيبه بقى لحد ما يتقل خالص. وهغرفه بقى في الاطباق. هجيب بقى البولات بتاعتي هجهزها، واكون ماسحه الاطباق كده كويس عشان ما يبقاش فيها ميه او حاجه، او البولات اللي انت هتغرفي فيها تبقى ناشفه. بتنشفي بقى الاطباق والبولات اللي معاكي او الكاسات اللي انت هتغرفي فيه المتوفر معاكي. هقلب بقى لحد ما يتقل معايا الرز بلبن، يتقل معايا والنشا هتقله اهيت. زي ما انتوا شايفين كده تقل معايا اهو بالشكل ده اهوت. مع هقلب بقى على طول اقلب فيه عشان ما يكلكعش فيه، ما يكلكعش مني اهوت بالشكل دوت. استوى اهوت وبقى جميل اهوت وتقل اهوت معايا. والرز بلبن طلع جميل قوي معايا
اهوت جهزت البولات اهوت ونشفتها، حطيتها على الصينيه ديت اللي معايا، وهغرفها بقى. هجيب بقى كرنيب وهغرف بقى الرز بلبن معايا اهوت في الاطباق، واسيبه لحد ما يبرد، وبعدين هدخله بقى في التلاجة. وهتزوقيه بقى باي مكسرات عندك، بشر زبيب المتوفر معاكي اهوت. اهوت شكل الاطباق اهيت، هزوقها بقى ببشر اهوت زي ما انتم شايفين كده. عجبكم الفيديو بقى ياريت ما تنسوناش باللايك والشير وتفعلوا زر الجرس، وتقولوا لي بقى رايكم في الرز بلبن بتاعي النهارده. لو عجبكم الفيديو ياريت ما تنسوناش باللايك. هو تزوقوا بالبشر، عندك زبيب بقى برضو حطي اي مكسرات موجوده عندك حطي منها. عجبكم الفيديو ياريت ما تنسوناش باللايك والشير وتفعلوا زر الجرس. مع السلامه يا حبايبي، اشوفكم في فيديو جديد. مع السلامه، كل سنه وانتم طيبين. مع السلامه.